الابارتمانات في 2030 غيوليو كيديروا ب 26 مليون ديال 20 مليون، يعني غتكون واحد الزياده ديال 30% ولا اكثر. في هذا الفيديو هذا غادي نوضح لكم علاش، غادي نشرح لكم كلشي. يعني ملي كيتزاد سعر الفائده المركزي، يعني البنك المركزي هي اللي كتقاد سعر الفائده هذا، وهذا هو اللي كتعاود تسلف به الابناء الاخرين. هما كيكون عندهم سعر الفائده، كيكونش عندهم الطو ديريكتور. دونك ملي هبط كان 2.75، دابا 2.50، من بعد غيزيد يهبط. هادشي شنو غادي يدير العقار؟ هادشي غيطلع الاثمنه بزاف ديال العقار، حيت علاش؟ حيت الكريدي كيولي رخيص. العام اللي فات لاحظ ان مع دعم السكن زادوا المبيعات ديال العقار. تلاحظ ان مستثمرين كثار اللي دخلوا من برا، يعني اغلبيه في مراكش كيستثمروا فيها فرنساويين وما اكثر وحدين، بلا ما ندوي على طنجه وعلى المدن الاخرين. يعني 30% ولا 35% ديال الناس اللي كتستثمر في العقار في المغرب او من الاجانب. دونك هادو حوايج كاملين ساهموا ولا غادي يرفعوا الثمن ديال العقار في المغرب. بحال دابا الناس اللي باغيين يشريو جديده ولا باغي يشريو في اسفي عندهم فرصه مزيانه. بحال الابارتمان ديال السكن الاقتصادي بقى لهم والو غيسالي، الدعم راه ديجا داز عام، يعني باقا 3 سنين. واش غيبقى هذا الدعم واش ما غاديش يبقى؟ هذا كيبقى بين قوسين. داكشي علاش الناس خصها يعني تفهم هاد الحوايج هادو. عاد الاحداث اللي جايين جداد في المغرب بحال كاس العالم، بحال كاس افريقيا، عاد العدد ديال السياح اللي هذا العام يعني عدد كبير بزاف اللي فيه 16 مليون فاصله 4. كاين ارقام اللي هي كبيره وارقام خياليه، والناس استفادت من مليار فاصله 4 ديال الدرهم. هذا هو الحجم الميزانيه اللي خصها الدوله باش الناس يستافدوا، هي تسعود والناس يستافدوا من مليار فاصله 4. وهذا الشيء راه صراحه يعني كيعطي واحد الرؤيه ولا واحد الوجهه بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا احسن وقت ياخذوا فيا. دابا بحال فاسي اول مدينه في المغرب اللي استفادت من الدعم بزاف، عندنا فيها ابارتمانات فيهم 10 المليون ديال الدعم باش ان شاء الله غادي تستافدوا منهم. الناس اللي مهتمين يتواصلوا معنا، عندنا شي حاجه كبيره وبالثمن اللي هو صغير. حتى الناس اللي جامعه الكاج جامعين فلوس مزيان باغيين ياخذوا 30 مليون ياخذوا في قنيطره، كاين تما ابارتمانات اللي هما زوينين واعرين فينيسيون كتبان واعره. هذاك الشيء علاش يعني الناس خصهم يشوفوا الوضع الاقتصادي، خصهم يشوفوا مع التوريست مع المونديال. سعر الفائده ملي كيهبط راه كيحيد التضخم، ملي كيحيد التضخم هذيك الساعه هذا كيبان السعر الحقيقي ديال العقار. يعني في لي سيكل ولا في الحلقات ملي كيتقاد السوق هذا كيبان الثمن الحقيقي وتما كيطلع. دونك هذا هو الوقت المناسب للناس اللي باغا تشري. باقي لحد الان وقت المناسب، وباقي لحد الان سعر الفائده يلاه بدا كيهبط بشويه بشويه. اللي باغي يغتنم فرصه هو دابا باغي يشري، حيت من هنا المونديال متوقع غتزاد الاثمنه حتى 30%. يعني في الابارتمان اللي كتباع ب 20 غتولي كدير ب 26. دونك الناس خصهم يستغلوا هذه الفرصه هذه مزيان. الناس اللي باغي يخلصوا بشويه بشويه راه كيشريوه في كازا، بشويه بشويه كياخذ البروجي ديالو كيسكن في كازا في احسن بلاصه. حتى الناس اللي باغيين المونديال هو دابا استثمروا دابا شقق وداكشي، حتى هما يدخلوا مع المستثمرين الاجانب والمستثمرين المغاربه حتى هما يديروا بلاصتهم. هذه احسن وقيته. عندنا حنا ابارتمان ديال المونديال، بغيتو تاخذوا محلات تجاريه تستثمروا فيهم، بغيتو تاخذوا بيروات، بغيتو جميع انواع المشاريع من مليار حتى ل 100 مليار، كلشي عندنا. هو الرقم الخاص بالمستثمرين نخلي لكم هنايا باش تواصلوا معنا. شكرا على مشاهده الفيديو هذا، ولا استفدتي منه شي حاجه بارطاجيه مع شي واحد.